وكتبنا تظلم عند المدعي العام، وكتبنا الوزير العدل، معالي وزير العدل، كتبنا معناها على نزلت شكايات معاهم تظلمين، واحد عند المدعي العام وعند وزير العدل. وبطبيعة الحال نحن استغربنا بأن نعرف عن هذه المشاكل هو من حتى وابسط من حيث القضية، يعني يعامل معه قضية فيها نقال فيها مليارات من مال الشعب، والصحف المذكور قدمها عنها معلومات مستند فيها معلومات شبه رسمية. شبه رسمية أنا ما فهمتها، نعرف معلومات رسمية والله مصادر. استغربنا من عدم التعاطي معها. حتى عندي مرة في الورشود جيت فماتيا ندور نلقى الوكيل، قالوا لي عند الوكيل هذاك الوقت مسافر، عن فماتيا عن فم نايبه، وعن نايبه تربطوا يسمحوا لي السامعين علاقة اجتماعية حنفي. قلت له دخلني عليه، جيتو وني جيتو جبرت رجعش قمة في الأخلاق قدام هذا الخلق إنسان متعدل. وقلت له عني لا نبقى نجبر قاعد تفسير هذا مثلا سمحي له. هو من حقه طبعا الوكيل عنه يتحفظ على الملف، ومن حقه متى يتصرف عليه يقع ما من حقه ذاك البيانات وما من حقه. واجري لها كلام متعدل شنب طيب وخلوق وعلي سنة الدين واضح. لين خلصوا من المحامي قالوا ليش قال لك؟ قلت لهم الدرجة متعدل بيدي اللي قال لي حقيقة ما فهمته ما وضح لي. قلت لهم ما يخلصوا المحامي قالوا لي القضية شنو؟ قلت لهم ايش بعد تراجع بعد متعدل. وبالتالي اعتبر هنا مثلا انسان واصل فيه السب والشتم والعرض، فهمت؟ والاتهامات اللي بروبو دحين اللي قدم ضدي ينقسموا قسمين، فيهم شيء متعلق بالصفقة وحيثياتها ومسائلها وخصوصياتها، وفهم رواية متعلقة بحياتي أنا الشخصية، متعلقة بسمعتنا. سياني منهم فيديوهات على المنصات اللي بدوا تشوفوهم، سياني منهم اللي حذف واللي ما زالهم. ذوك اللي متعلقين بالقضايا الشخصية أنا قاعد معهم هم الأساسيين عندي، اللي نعرف عن مثلا عن هذا الشخص. أنا مثلا ما يقد يلصق فيني شيء مع خالد. يقع المسائل متعلقة بالصفقة مهم عندي أنا فيها عن توقف على ما جيفاني نعرف الشعب الموريتاني عن ذاك ما بصير فيه. عفوا ايوه نعم. انتم قبلتوا مسطرة قضائية التظلم اللي حصل لكم حسب رأيكم. نعم. يا غير هل برأيك العنف أو عدم الاستجابة لهذا التظلم كان يبرر العنف اللي خلق؟ شوفي أختي الكريمة، أولا نبقى نقول لك من خلالكم للشعب الموريتاني، يعني أنا أبدا ما نبقى نعود مسلطين علي الأضواء كواجهة للعنف إطلاقا. اللي استغفر الله من كلمتين ماني مكون تكوينه، يعني من مادة معقودة للعنف أصلا. وهذا سمحوا لي بإتقان التعبير بعد ما مثلا ما هو توجه. وهذا التصرف هذا المسلك فما أتي أهل المواذبوت بدو تسوي لهم ما هو شيء قاعد تخط عليه زمن مراهقتي يوقي ركعت الحمد لله على عتاب الأربعين. والعنف فعلا ما يبرر. يا أختي الكريمة، نبقي ياسر من الناس مثلا اللي انتقدوا واللي ادعى المثالية نبقيه يدير راسه في باليان عن الرجاج يعود متبارك معاه الرجاج ويشكي ويستنفذ جميع الخطوات المدنية اللي في الجمهورية اللي تحافظ على حقوقه ولا يعاطى معهم يتم الرجاج تحت ما نعرف ما نقول لك حماية. يتم واصل يمكن في الأعراض ويمكن في الأشخاص وفي ذممهم من دون أي مساعدة. هذا قالوا الإكراه به اللي الشريعة المحمدية الدفاع عن العرض والشرف واجب، والقانون الوضعي المالي يتحفظ الناس على أعراضهم وممتلكاتهم وشرفهم. الدفاع عن الشرف والعرض وجوبا عند الجمهور، فهم قول ضعيف
يشترط الاستطاعة. زين. وعلى كل حال أن نعتبر على دخلك أنه كان تحت الإكراه مفرسة لأنه يخلق بصوت كبير. ثم في المقاطع اللي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي انه تم يعني دار حديث بينك انت والصحفي حنفي الدهاء. شنو هي يعني كواليس ذاك الحوار اللي دار بينكم قبل الواقعة بثواني؟ شوفي أختي الفاضلة، بالنسبة لك أنا بالنسبة للحادثة التي أنا مسؤول عنها، أنني نكتفى بذاك اللي يخلق ذوك الصور. يعني الجهة اللي ناشر ذوك الصور يعطي عندها مثلا الكلام اللي خلق مثلا يقد يعود عندنا تعود توخذ. يقد تعود قبضة الله لكن اللي يخدمه تو. يا غير انتم بما انكم موجودين حالا نختاركم توضحوا لنا ذيك الملابسات اللي خلقت قبل الواقعة شنو؟ ذيك الملابسات اللي خلقت قبل الواقعة وفطني بعد الواقعة، أنا نقول لك عنها لا عن شخصيا ما كنت جاي إياك نداير مع حنفي أبدا إطلاقا. أنا اللي كنت مبرمج أنا أنني نفتحها من البث، هذا هو اللي كان عندي أنا، ولا عاد في مخالفة والله شيء. ذيك يا أخي ما كنت جاي بهدف الاعتداء والله لاغريسيون على نيكي كونك، جيت ندور افتحها من البث والولاء في الوتر جبرت والوساني ما قضيت بيهم اللي شفتهم عن الحلقة وفاتهم واقفين يردوا. يا قارنين يعود الطرف الآخر يبقى يوخر لك لي فيديو ويوخر الكلام اللي دار بينهم. الكلام ذوك يوخروا دور تعرفوا كان مبرر والله ما كان مبرر. وانتم ما تقدروا تقولوا لنا الكلام اللي دار بينكم شنو هو؟ شخصيا ما نقدر نعلو ما نقدر نعلو. طيب أستاذ كريم زين العابدين، ثم قدمت شكاية في 24 أكتوبر الماضي، 24 أعتقد يوم 24 أكتوبر من السنة الماضية. هذه الشكاية ضمنت تجريح سب قذف تم توجيهه مباشرة لكم والشركة، بعض الأدلة أو ما سمي آنفا بأدلة ربما يراها الرأي العام أنها أدلة جزافية هكذا يقول. شنو سبب عزوف القضاء عن التعاطي مع الشكاية؟ شوف هاي جزئية مهمة ذكرت. شفت أنا لين أنت اللي تقدم نعدد ملف ديمونتي ضد حنفي، قالوا لي المحامون عن هو اللي يقدم الأدلة الذي قال. قلت له ما عمل روح الله الوقت، أعطيتهم التواقط اللي فندوا اللي قال الصحوي. إياك مثلا ما ثم لبس، أعطيتهم التواقط اللي فندوا لي بروبو اللي قال الراجل السيد. هذا السؤال أستاذ أحمد أنا ما لا توجه لي، أنا ما فهمت، وأنا كيفك ما فهمت. عندي ماذا القضاء مثلا ما تعامل معه ما عرفت. يقد مثلا يعدوا مبررات عنهم ما يختار يضيقوا على الحفل الصحفي وعن تم حرية التعبير وحرية الكلام، عن هذا عاد يمس من سمعة الأفراد والعوائد وياسر مشي وأضرار ما قد قاعد تحصل. جميل. بعد وصول الملف للقضاء، هل تم برأيك كان تم الضغط من طرف جهات معينة على هذا الملف؟ أي الملفات؟ شكايتي أنا من حنفي عن الضغط على جهات من القضاء وكذا وكذا. هذوك ما نعرف شيء، ولكن